لم يكن الشيخ محمد المجذوب رجل كلمة فقط، بل كان رجل موقف، عاش للكلمة ومضى بها حتى آخر نفس. ولد الشيخ الأديب محمد المجذوب سنة 1907 في مدينة طرطوس بالساحل السوري، في بيت متدين يعمل أهله بالتجارة ويعتنون بالقرآن واللغة. تلقى تعليمه في الكتاب ثم في مدارس الدولة العثمانية، وتربى على أيدي الشيوخ ومنهم عمه الشيخ عبد الله المجذوب. ولما توفي والده وهو في 15 حمل مسؤولية الأسرة مبكرا، وتزوج وهو في 16. شارك في النضال ضد الاحتلال الفرنسي، وتعرض للسجن والمطاردة والاضطهاد دون أن تلين عزيمته أو ينكسر قلمه. بدأ نشاطه العلمي والأدبي منذ شبابه، فكتب في الشعر والقصة والمسرح والمقال، وكان من أوائل من دعوا إلى الأدب الإسلامي ونظروا له، ورأوا أن الكلمة أمانة وأن القلم لا ينفصل عن الموقف. عمل في سلك التعليم أكثر من 40 سنة، ودرس اللغة العربية والأدب والسيرة النبوية والحديث الشريف، ثم هاجر إلى المدينة المنورة وعمل مدرسا بالجامعة الإسلامية. وقد ترك للمكتبة العربية قرابة 50 مؤلفة، من أبرزها كلمات من القلب، مشاهد من حياة الصديق، ذكريات لا تنسى مع المجاهدين المهاجرين في باكستان من مجتمعنا، مشكلات الجيل في ضوء الإسلام، علماء ومفكرون عرفتهم. أما معرفتي به فكانت من خلال ما قرأت له في مجلات حضارة الإسلام والتمدن الإسلامي، ثم شرفني الله بلقائه في المدينة المنورة. وحين شرعت في إصدار كتابي من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، كان للأستاذ محمد المجذوب فضل كبير بعد الله، إذ مدني بمعلومات قيمة عن بعض الشخصيات، فكان عونا صادقا في إتمام هذا العمل. عاد في أواخر عمره إلى اللاذقية واعتزل الناس، وأقبل على أوراقه وقلمه حتى وافاه الأجل سنة 1999 ميلاديا، فرحل جسده وبقيت كلمته شاهدة على أن القلم إذا صدق صار تاريخا.